السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني كل الجزائريين والمغربيين، وأقول المغربيين والجزائريين حتى لا أقدم أحد على أحد، فإني والله لا أقصد إلا وجه الله سبحانه وتعالى كي أرى إخوتي وأشقائي في المغرب والجزائر متعاونين، وإني أراهم ذلك في هذا التعليقات التي مضت في هذا الفيديو الذي كنت أتحدث فيه عن قصة جندي مغربي وجندي جزائري. قال لي بعض الإخوة إنه من نسج الخيال، إنه من نسج الخيال. ذهبت إلى الخيال؟ ألم ترى إلى القصد من وراء هذا الفيديو؟ ويقول لي أحدهم في هذه التعليقات: الجندي الجزائري لا ينفذ منه الماء، وقال آخر: الجندي المغربي لا ينفذ منه الطعام. يا أخي، الجندي الجزائري والجندي المغربي أفضل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدي وسيدك وسيد العالمين، فقد نفذ الماء من الجيش ونبع الماء من بين أكف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الماء نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فشرب الجنود وشربت الخيول وشرب الجيش كله من بين أصبع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من العار أن ينفذ الماء؟ وهل من العار أن ينفذ الطعام؟ الجندي معرض لهذا وذاك، ولكن العار كل العار أن نترك آذاننا للصهيونيين، أن نترك آذاننا لأصحاب الفتن. يا أخي، افهم القصد. أتقول لي خيال وليس خيال؟ أهذا هو رأيك؟ أنت تتفرج على المسلسلات والأفلام وهي من نسج الخيال وتصفق، وأحيانا تبكي وأحيانا ترقص. تفاعلت وهي كذب في كذب، ولكني خيالي هادف أيها الأخ الكريم، خيالي هادف. وقد يأتي لي أحد من في قلوبهم مرض ويقول نحن الجزائريين أفضل لأن المغاربة كذا وكذا، ويأتي مغربي أيضا بعض، وليس الكل، ليس كل الجزائريين وليس كل المغاربة، أقول البعض. يا إخواني، أصلحوا قلوبكم أصلحكم الله. لا تزم في أخيك وتقول هذهم المغاربة هم كذا وكذا، وأنت يا جزائر لا تقول كذا وكذا. لا يا أخي، أيها المغربي إن الجزائري أخوي، أيها الجزائري إن المغربي أخوك. تعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول. هل يفرح بك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تسامح يا أخي، تسامح. انظر إلى البنيان المرصوص، إخوة متحابين. لماذا هذا الجفاء؟ لماذا تنظر إلى أني قدمت إليك محتوى وتقول لي خيال ونحن لا ينقص من عندنا الطعام، وهذا يقول لا نحن لا أقول البعض وليس الكل. هناك تعليقات، هناك مغربيين أيضا قلوبهم نقية طاهرة لأنهم من أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم. جزائريين ومغربيين لا فرق بين هذا وذاك. أفيقوا يرحمكم الله، أفيقوا يرحمكم الله. فإني أبغي أن أرى في يوم من الأيام الجزائر تهتف باسم المغرب والمغرب تهتف باسم الجزائر، ناهيك عن أي خصومات. وليس قلة من تكرهك في شعب الجزائر، وليس قلة من تكرهك في شعب المغرب. انظر إلى الجانب الطيب، انظر إلى الشعب. الطفل ريان في المغرب، الطفل ريان. كل الشعب الجزائري والمصري والسعودي والسودان وكل العرب وبل والأجانب تعاطفوا مع الطفل ريان وأخذوا يدعو عليه رحمة الله مع الشهداء الأبرار وغيرهم في الجزائر. يا إخواني، يا إخواني، أفيقوا يرحمكم الله، أفيقوا يرحمكم الله. وانتظروا الفيديو القادم بإذن الله، لأني سوف أسعى وراء هذه العلاقة، ويقدرني الله سبحانه وتعالى أن أكون بينكم على خير ما تودون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.